ده ماتش المايكل تالو اللي لعب فيه بدقة 99.4% وعمل فيه 4 بريليانت موف، كل ده بس في 19 نقلة. تعالوا نشوف الماتش ابتدى ازاي. مايكل تال كان بيلعب بالقطعة البيضاء والماتش ابتدى باي 4 من مايكل تال، راح رد عليه سي 5 سيسيليان ديفنس. مايكل تال لعب نايت اف 3، راح لعب دي 6، ساعتها راح هو لعب دي 4، راح هو اكل بدأ في بيدق. مايكل تال اكل، راح الاسود لعب الحصان بتاعه في الاف 6، وساعتها مايكل تال لعب الحصان بتاعه في السي 3، ساعتها الاسود رد عليه اي 6. اهلا بك في المجدور. في ده طبعا افتتاح في السيسان لما بيلعب فيه الاي 6. الماتش كمل عن طريق بيشوب جي 5 من مايكل تال، ساعتها راح لعب الاي 6، الخصم بتاعه راح لعب الاف 4. كده طبعا مايكل تال بيجهز لهجوم شرس في جناح الملك ومستعد للتبييت الطويل. تعالوا نشوف مع بعض الماتش كمل ازاي. راح لعب البي 5 بفكره ان هو عارف ان مايكل تال هيبيت طويل، فهو بيهجم في جناح الوزير بيسبقه في الهجوم. فراح مايكل تال راح على طول فتح السنتر، راح لعب الاي 5، اكل بدأ في بيد الحصان بتاعه، راح الاسود ساب الحصان ولعب كوين في السي 7. الفكره بتاعتها انك انت لو حاولت تاكل الحصان كده ساعتها انا هديك كش، هتضطر تغطي مثلا بالفيل، هاكل الفيل بتاعك وابقى انا رجعت الماتيريال. حتى لو اكلت بدأ في بيدق فانا باكل بالفيل، ودور الاسود هنا معقول لحد ما الدور شغال، يعني تفوق على الانجن سالب نص، يعني الاسود متفوق بحاجه بسيطه. بس طبعا مايكل تال هنا ما اكلش الحصان، راح لعب الكوين بتاعته في الاي 2 عايز يبيت طويل. ساعتها راح هو سحب الحصان بتاعه الاسود عشان مطلوب، وساعتها راح مبيت طويل فعلا، راح هو طلع بالبيشوب. وهنا مايكل تال يلعب اول بريليانت موف في النقله رقم 12، حصان تكس في الاي 6، بريليانت موف. ساعتها اول لما اكل بالبدء اجباري، ساعتها كوين في الجي 4 من مايكل تال طالب البدء بتاعه اللي موجود في الاي 6، فهو راح حماه بالوزير عن طريق كوين بي 6 بباب منطقيه. لكن ساعتها مايكل تال يرد عليه بتاني بريليانت موف روك تو دي 6. الفكره بتاعتها ان هو عايز ياكل بدء الاي 6، فهو اول لما اكل بالفيل وده اللي حصل في الماتش، راح هو اكل وزير في بدأ بكش، ساعتها لازم يخش بالملك بتاعه في الاف. ساعتها مايكل تال يلعب تالت بريليانت موف بيشوب تو سي 4. الفكره بتاعتها انه عايز كش مات هنا، هو لازم ياكل الفيل، وده سمح لمايكل تال ان هو يجيب الطابيه بتاعته في الاف 1 عشان يجبر الحصان بتاعه ان هو يغطي، وساعتها يلعب بالرابع بريليانت موف يضحي الطابيه بتاعته في الحصان. تقريبا ضحى بكل القطع في الماتش عشان اول لما ياكل البيضه ياخد الكش مات اللذيذه. لو عجبك الماتش ما تنساش تعمل لايك وفولو، واكتب لي اذا كنت مقتنع ان بوبي فيشر احسن ولا مايكل تال. سلام عليكم.